عنيفة؟ بالشبشب. لازم ترفعي الشبشب أكيد. لازم بصراحة، ما بقاش ست مصرية لو ما رفعتش الشبشب. أنا آسفة. كنت عملت كده أصلا من 7 سنين. عندي انفصام يعني ما بردش عليهم، مش كل البلوجرز بيعملوا كده، خد بالك. لا طبعا همسحه واعمله من جديد عشان شكلي يبقى حلو. وقاعد بصاحبه. يلا بينا. ازيك يا استاذ اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله. منورانا والله في برنامج وفيها ايه. ده بنورك. احكي لنا دخولك في السوشيال ميديا كان عامل ازاي، وهل كان في بلان ولا الموضوع جه صدفه كده؟ لا، هو الموضوع بصراحه جه بالنسبه لي صدفه، يعني ما كانش في اي خطه خالص ان انا اخش السوشيال ميديا. طب في حاجه كانت محمساك ان انت هتقدمي حاجه للناس، او انت تبداي ان انت تفيدي الناس باي حاجه، ولا هو الموضوع جه كده كهوايه او محبه للموضوع؟ لا، هو الموضوع جه كده يعني عادي، هي كلها حاجات كنت بجربها وبقول عليها بمنتهى الصراحه، يعني فيها جت معايا كده يعني. قولي لي ايه اكبر تحدي واجهتيه في شغلك كبلوجر لحد دلوقتي؟ اكبر حاجه لما بيقابلني اي حاجه تكون مش كويسه والعميل يبقى واقف يعني مزرجن كده قصادي شويه، فبضطر ان انا اطلع اقول كل حاجه بمنتهى الامان. مزرجن ازاي؟ يعني بيبقى مثلا مش متقبل الحاجه السلبيه اللي موجوده في البرودكت بتاعته. اوكي، فهو مش موافق، هو انت عايزه تعملي زي الحاجه زي ما هو موجوده. بالظبط، هو شايف ان انا المفروض ان انا اقول ان هي عليها حلوه، وانا مش المفروض ان انا اعمل كده. طب بتتعاملي ازاي بقى مع الانتقادات السلبيه والكلام ده؟ بطلع اقول بصراحه كل حاجه بمنتهى الامانه. اعتبري لنا كده السؤال اللي عندك اول واحد. هل ممكن في يوم من الايام تتخلي عن الحجاب عشان السوشيال ميديا؟ لا خالص، كنت عملت كده اصلا من 7 سنين. طب انت بتشوفي الناس دي اللي بتعمل كده بتكون ايه السبب؟ بشوف ان هو بيبقى ضعف دين بصراحه يعني. بتتعاملي ازاي مع فكره ان انت لازم تبقى موجوده، خصوصا ان انت بيبقى عندك البيت والشغل في نفس الوقت؟ هو تنظيم وقت مش اكتر ولا اقل، يعني بعرف انظم وقتي كويس قوي للبيت ولشغلي. طب ما تدينا تريكس كده. يعني بيبقى عندي وقت كده بخش فيه اوضتي، بعمل الريفيوز بتاعتي، بعرف اشتغل كويس، بفصل شويه عن اجواء البيت بره. ولو انا عندي شغل بره بيتي بيبقى ليا ساعتين 3 4 6 ساعات مثلا بقضيهم كويس قوي بره، وبرجع اقعد مع اهل بيتي عادي جدا. هل عندك خوف من انك ما توصليش للي انت عايزاه في سن معين؟ لا خالص، كل حاجه بتيجي في وقتها، يعني هو ربنا بيعمل كل حاجه في وقتها مظبوطه يعني. هل شايفه ان انت مش متقدره، او البلوجر عامه مش متقدر ماديا؟ كل واحد بيحط الحاجه اللي يستحقها، يعني انا ببقى حاطه البادجت بتاعتي، عارفه انا محتاجه ايه، وبعرف اخد اللي انا محتاجاه كويس. هل ممكن تشتغلي ببلاش احيانا عشان خاطر الفرصه ما تتفوتش؟ لا، مفيش حاجه ما بتفوتش، كل حاجه بتيجي في الوقت المناسب. بتكوني على طبيعتك اكتر قدام الكاميرا ولا بعيد عنها؟ بصراحه في تلك الحالتين ببقى على طبيعتي، ما بعرفش اكون فيك خالص، كل حاجه بتبان على وشي. بتتعاملي مع ده ازاي؟ عادي، اوقات كتير قوي بصور نفسي وانا مش كويسه عشان افتكر اللحظه دي وما ارجعش للوقت ده تاني. طب لو عملتي في مره ميك اب مش عاجبك، هتسجلي الفيديو ولا هتمسحيه؟ لا، همسحه واعمله من اول وجديد. من اول وجديد؟ اوكي. اقري كده اخر سؤال عندك. احكي لنا بتتعاملي ازاي مع ابنك كتربيه؟ بصاحبه جدا، يعني بتعامل معاه صاحبي اكتر ما هو ابني، وبديله تعليمات، بسايس اموري معاه شويه، اوقات عندي انفصام يعني شويه، بسايس اموري معاه وبعرف اصاحبه قوي في حاجات معينه زي الصلاه، دي اكتر حاجه لازم بسايس اموري واتعامل معاه بالراحه فيها. اوقات بكون يعني عنيفه شويه معاه. عنيفه؟ مع التربيه الايجابيه يعني ولا السلبيه؟ لا، الشبشب؟ بالشبشب. الشبشب لازم ترفعي الشبشب اكيد. لازم بصراحه، ما بقاش ست مصريه لو ما رفعتش الشبشب. طب في ظل فكره السوشيال ميديا دايما بتاثر على الاطفال، شايفه ان ده ممكن يساعدك او ولا يضرك اكتر في فكره التربيه؟ بص، هو الجيل بتاعهم ده بتاع السوشيال ميديا، مش هقدر ان انا امنع ده عنه ابدا، ولكن انا اوقات كتير مثلا بعمل ده بحيث ان بنجيب قصص عن الصلاه، الكلام ده كله، في حاجات. واوقات كتير اسر بلاقيه مثقف قوي في الموضوع ده، يعني بيعمل سيرش على حاجات كتير، بيعرف حاجات كتير قوي انا ما ببقاش عارفه عنها حاجه بصراحه. شكرا ليكي ونورتينا جدا. ثانك يو، شكرا.